انا فنان. 600 جنيه. انا محترم. 700 جنيه. انا استاذ. 800 جنيه. سمعتي. 900 جنيه. انا شريف. 1000 جنيه. انا موافق. 1100 جنيه. موافق. 1200 جنيه. يا جدع موافق. 1300 جنيه. والنعمة موافق. خلاص اخر كلام بقى 2000 جنيه. مش قليل. اتفضل يا استاذ بطل طمع. ادي 4000 جنيه عربون والباقي بعدين. بعد كده بقى اجيلك ان شاء الله عشان اخد بقية ال 10000 جنيه. انا فنان. 600 جنيه. انا الصفقة الرابحة وصلت يا علوية. وصل الصفقة اللي هتجيب حلقات جامد جدا يا جدعان. حاج ورسميا النادي الاهلي بيعلن دلوقتي حالا على صفحته الرسمية التعاقد مع الصفقة الرابحة. اللي يعرف يقول في الكومنتات، اللي يعرف مين ده يقول في الكومنتات، اللي عارف مين ده يقول في الكومنتات يا جماعة قبل ما تشوفوه. مين هو ده الصفقة الرابحة يا جدعان؟ على طريقة مين؟ اللي يعرف مين ده يقول في الكومنتات يا جماعة. وليه هيجيب حرقان وفي حاجة غريبة هتحصل يا جماعة. ده بيغني، اسمع كده صوته عامل ازاي. الشعب كله بيستنى 70 مليون عشاكوا بيعشاكورة. ده ايه الصوت الجامد ده؟ ده هينافسنا بقى. أسطورة. عمر الساعي صوته حلو كمان. هياخد من امام عاشور المايك. بص بقى الحركة دي، بص الحركة دي. بيشرب بطيخ بدل المانجا. قصدهم ايه؟ طب اللي فاهم قصد الاهلي يقول في الكومنتات. قصده ايه البطيخ بدل المانجا؟ خلاص بقى عمر الساعي اهلاوي رسميا كده. الاهلي اعلن عن يعني ثالث الصفقات في الميركاتو، لا رابع الصفقات في الميركاتو ده. وبس كل اللي نقدر نقوله ان عمر الساعي اهلاوي وبيشرب بطيخ. تقصدوا ايه بحركة البطيخ بدل المانجا دي؟ ها؟ هي ميديا سافلة قليلة الادب والرباية. واديله بطيخ. اللهم بطخه. انا مش عارف ليه الاهلي وهو بيعلن عن الصفقه شربوا عصير بطيخ. اي نعم احنا عارفين اللغز من حوار البطيخ والمانجا ان المانجا لونها اصفر والاسماعيلي بيلبس اصفر، البطيخ لون احمر والاهلي بيلبس احمر زي ما انت شايف. بس الفراوله اسهل. ليه تعودوه على اكل البطيخ وفيه بذر بقى ويقعد يتفتف عمر الساعي يلهط على طول. يا جدعان مايسترو جديد في نص الملعب. عمر الساعي هيبقى من افضل اللعيبه اللي جت في خط الوسط في النادي الاهلي. اتمنى ان كولر يعتمد عليه في اوقات كتير بشكل اساسي، لان كولر ما بيحبش اللعيبه الصغيره. ولكن عمر الساعي جاي لك من فريق تاني وجاي لك صفقه قويه جدا، فده لازم يلعب. اتمنى ان انت ما تتعاملش معاه لانه لاعب صغير زي كريستو وتلعبه. عمر الساعي يا جدعان من افضل الصفقات اللي الاهلي عملها في الموسم الجديد، استثماريا قبل فنيا، لان انت هتستفاد منه فنيا لو لعب وهيبقى جامد جدا. استثماريا هيجي لك فيه لو لعب طبعا في البطولات اللي انت بتلعب فيها وتشاب بشكل كويس، هيجي لك فيه مبلغ قد اللي انت دفعته 6-7 مرات مثلا. انا فرحان جدا بضم عمر الساعي، وديت تقريبا صفقه من صفقات الاهلي المحليه اللي ابرمها. ممكن يكون في صفقه محليه كمان، ولكن كده صفقه محليه كمان مش صفقه محليه كمان كده بالرمضان ان شاء الله على يوم 11/9 يعلنوا عن الصفقه تاكيدا يوم 11/9. بس انا بالنسبه لي دلوقتي افرح على بعمر الساعي. انا دلوقتي لو سالتك وقلت لك عمر الساعي جه هتقول لي اقول لك الشارع اللي ورا. يا ابني ما تبقاش رخم. يلا جمهور الاهلي ده رخم قوي يلا في الحاجات دي. اقسم بالله عايز الاهلي يجيب كل اللعيبه ويعلن عنها في نفس الوقت. يعني خلي اللاعب مضى اعلن بقى دلوقتي حالا. ارحمونا يا جدعان. افرحوا بعمر الساعي وانتظروا صفقه بالرمضان. الساعي بكره هيتعلن عنه في التيك توك ورمضان على طول بعديه الاهلي هيدفع. احنا مش هنيجي الا كده يا جدعان الصراحه. فعلى هادي ناكل زبادي. كل اللي انا طالبه منك ان انت تصدقني وتديني فرصتي كامله بس. يعني حاول انت تبقى فير مع نفسك وتديني فرصه زي ما بتدي لغيري مش اكتر. وبخصوص الناس اللي بتقلد انا ما عنديش مشكله، بس تحاول تقول كريم خليل في الاخر كده. عمر الساعي زي ما قلت لك هيتعلن عنها النهارده وتعلن عنها النهارده. لسه بقى برضه عند موقفه وعند كلامي ان محمد بن رمضان في النادي الاهلي. قول عليا مجنون، قول عليا موهوم، قول عليا الالبوم كله بتاع هشام عباس هيجي. يعني هيجي. هتسالني ازاي؟ اقول لك اشرب قهوه لان مفيش شاي. خلص الكلام. عايز تقدير بقى وفولو بقى ولا التيك تاك نزلت يا جدعان. التيك تاك نزلت بتاعت عمر الساعي. يا لهوي يا جدعان بنستنى التيك تاك بتاعت الاهلي دي كاننا مستنيين نتيجه الثانويه العامه. بتغسلني من جوه اقسم بالله. كلنا عارفين ان صفقه عمر الساعي بس مستنيينها. مستنيين بقى برومو عايزينه يكسر الدنيا. عايزين برومو كده يكسر الدنيا. مستنيين البرومو بتاع عمر الساعي ومش هننام غير لما نشوفه النهارده.
انا سعيد جدا بالصفقه دي فوق ما تتخيلوا عزيزي. واحد من اهم المواهب الموجوده حاليا في مصر، عمر الساعي بعقد مع الاهلي لمده 5 سنين. نادي الاهلي كالعاده مبتكره في تقديم اللاعبين حتى ولو كان الوقت قليل جدا. عمر الساعي صوره منتشره في كل مكان وهو صغير بتيشيرت الاهلي. فكره التقديم كانت روعه، كان من العصير اللي هو يعني كان في اسماعيليه المانجا وكده، وحاليا بقت فراوله ولا بطيخ والله مش واخد بالي، اللي هو يعني الاهلي عشان احمر وكده. او حتى الصوت في الفيديو اللي هو من كل مكان جايين للاهلي، شهاده كبيره الميديا الاهلي الصراحه، ايا كان في الجوده او حتى في الافكار. في افكار كتير هتعجبك وافكار كتير مش هتعجبك، دي بتبقى اذواق، لكن الابتكار في الافكار هو ده الخارق بالنسبه لي، ده غير الجوده طبعا ما شاء الله. رب دايما في تحسن يا شباب. انا امنيتي ان الاهلي يهتم بالسوشيال ميديا اكتر، الانديه التقيله في اوروبا ان كان بقى تتعاقد مع شركات هيفيدك كتير لان شعبيتك غير طبيعيه. شد حيلك عمر الساعي، موهبه كبيره وجوده عاليه، معنى اكبر الجمهور عايز يراهن عليك انك انت المستقبل. اثبت ده بنفسك مبكرا، واهم حاجه تشد حيلك بدنيا عشان تبعد عن الاصابات. للاسف يا جماعه، وعلى مسؤوليه بيج اسماعيلي ارمي ما شاء الله، يعني عاملين ايه زي BTS ارمي والكلام ده. قال لك ايه؟ قلنا لكم من الاول مش هتقدروا على ثمنه، ما سمعتوش الكلام، اني اسف. وقال لك مفاجاه صادمه لجماهير الاهلي، فشل صفقه ضم عمر الساعي من الاسماعيلي وكلام كتير كده. من كل مكان جايين للاهلي نسر جديد يحلق في الجزيره. عمر الساعي اهلاوي، وان شاء الله ربنا يكرمه معانا ويثبت نفسه وينجح، لان الصراحه انا مش متفائل بالصفقه قوي، ولكن عمر الساعي اهلاوي يا اسماعيلاويه، الف لا باس ليكم. المانجا باظت ولا ايه الله اعلم، فحطوا مكانها بطيخ. دي هتبقى فكره تقديم عمر الساعي، تمام. تيك توك حالا لسه دلوقتي على بيج النادي الاهلي الرسميه. بس انا برضه عايز التاني ابو هلال ده، نفسي في ابو هلال ووحوي يا وحوي والكلام ده. عمر الساعي لاعب كبير وعلى راسي، بس انا مستني التاني. انجز انجز يلا وخلص وهات التاني. عمر الساعي يا جماعه اهلاوي حالا. هشوف الفيديو البرومو على بيج عموما الرسميه بتاعت النادي الاهلي. السلام عليكم. رسميا عمر الساعي اهلاوي. اتفرج كده معاه على فيديو تقديم الصفقه. والسوشيال ميديا في النادي الاهلي بتقدم عظمه، لكل صفقه فيديو مختلف عن الصفقه الثانيه، مش الفيديوهات اللي ب3 جنيه اللي متصوره بتليفون نوكيا. كده معايا على عظمه تقديم الصفقه. واللي انا مبسوط فيه مش الفيديو بتاع تقديم الصفقه، اللي انا مبسوط بيه ان عمر الساعي جه مباشره من نادي الاسماعيلي، والعلاقه بين النادي الاهلي وبين الاسماعيلي بقت كويس. اتفرج بقى معايا على فيديو تقديم الصفقه. كل مكان جايين للاهلي. زي ما انتم شايفين دلوقتي تقديم الساعي لاعب الاسماعيلي في النادي الاهلي. بس انتوا طبعا عايزين تعرفوا ايه سر العصير الاحمر. التقديم عادي جدا ان هو داخل ويلبس تيشيرت النادي الاهلي ومش عارف ايه وحاجات كده، بس الحته الاحسن بقى اللي هو اللي هيغني نشيد بنفسه. هو كان بيلعب في الاسماعيلي، فدي حته مقصوده. يعني مثلا اسمعوا معايا كده. كله بيستنى 70 مليون عشاكوا بيعشاكورة وانت في عينيهم الاهل. بعيدا عن صوته، بس هي مقصوده ان هو بالذات يغني النشيد ده. ثانيا حاطين عصير احمر، مع ان معروف ان في الاجواء دي بيبقوا حاطين عصير مانجا ساقع اصفر، فهي برضو مقصوده ان هو يبقى عصير احمر، ان هو ما بقاش يشرب عصير اصفر يعني وبقى يشرب احمر عشان هو بقى اهلاوي. في حته بقى فاتتهم كانت هتبقى ذكيه قوي، كانوا يجيبوا بقى مانجا صفرا وبرتقاني تمام وتكون محطوطه، بس هو يقترض مانجا النعوم الحمراء اللي هي من بره دي، اللي هي في الاكل طعمها احلى كتير من المانجا الصفرا بامانه، مش عشان الاهلي. فبجد حته المانجا الحمراء دي كانت هتفرق قوي، كانت هتبقى جامده قوي في الجون. تحس الاعلان الصفقه مستعجلين عليه شويه، معمول من ربع ساعه بالظبط، بس مش مهم، وادينا مستنيين الصفقه اللي احنا مستنيينها كلنا.